الأهلي وجه ضربتين في مرة واحدة لنادي الزمالك على نار هادية. الأهلي يحسم توقيع نجم الزمالك مصطفى محمد في أكبر خبطات من الخطيب للزمالك. كشف الإعلامي محمد الليثي عن تطور جديد ومهم بشأن تحركات إدارة النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق وتحديدا خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والتي انتهت في 6 أغسطس المقبل التي ستنتهي 6 أغسطس المقبل. وفي تصريحات إذاعية أكد الليثي أن الأهلي دخل منذ يوم أمس في مفاوضات جادة وقوية جدا مع إدارة نادي نانت الفرنسي للحصول على توقيع خدمات مهاجمه الدولي المصري مصطفى محمد، حيث يعرف مصطفى محمد الأناكوندا لقوته البدنية ومهارته التهديفية. وأشار الليثي إلى أن تحرك الأهلي لضم مصطفى محمد يعد مؤشرا واضحا على أن الأمور بين القلعة الحمراء ومهاجمها الفلسطيني وسام أبو علي ما تزال صعبة ومعقدة، حيث يأتي هذا في ظل رغبة وسام أبو علي المعلنة في الرحيل عن صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد تلقيه عرضا أو عدة عروض خارجية ومغرية للغاية. ويعتبر مصطفى محمد 27 عاما أحد أبرز المهاجمين المصريين المحترفين في أوروبا، ويتمتع بمسيرة احترافية مميزة في الدوري الفرنسي، حيث يقدم مستويات ثابتة وممتعة رفعت من قيمته السوقية، حيث انضمام لاعب بقيمته الفنية إلى النادي الأهلي سيشكل إضافة هجومية كبيرة، خاصة وأن الفريق يسعى لتعزيز خط الهجوم للمنافسة بقوة على جميع البطولات المحلية والقارية في الموسم الجديد. هذه المفاوضات تضع إدارة النادي الأهلي أمام تحدي كبير في تدعيم الخط الأمامي، وخاصة في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بمستقبل وسام أبو علي. فإذا ما تمت صفقة مصطفى محمد قد يشكل ذلك حلا لازما للهجوم المحتملة في حال رحيل أبو علي، ويقدم خيارات هجومية أوسع للمدير الفني الأسباني خوسيه روبيرو. ويعرف الأهلي بكونه دائما ما يبحث عن أفضل الحلول لضمان التفوق بصفة استمرارية. وصفقة مصطفى محمد إن تمت ستعد من العيار الثقيل وتعزز من طموحات المارد الأحمر في ظل البطولات القوية التي سيشارك فيها الفريق سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الدولي. مصطفى محمد الحكاية خلصت، وعودة محمد شريف كده خط الهجوم اكتمل للنادي الأهلي. النادي الأهلي يقدر ينافس على كل البطولات وكل آه المسابقات وهو مطمن. طبعا عندك وسام أبو علي وعندك مصطفى محمد إن شاء الله، وبن شرقي ومحمد شريف الحريف، اللي طبعا الأفيهات بتاعت مدحت شلبي اللي كانت عاملة شغل كبير جدا جدا. الخبطة التانية لنادي الزمالك هو اعتزال شيكابالا. شيكابالا اعتزل عن كرة القدم. تحدث محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك والمعتزل حديثا عن بداياته مع نادي الزمالك، مشيرا إلى شخصين كان بإمكانهما إثنائه عن الاعتزال. اعتزال شيكابالا. وكان شيكابالا قد أعلن منذ قليل اعتزاله كرة القدم نهائيا بعد مسيرة تجاوزت 20 عاما في ملاعب كرة القدم. وقال شيكابالا في تصريحات تلفزيونية إن نشأته في مدرجات نادي الزمالك كانت السبب في تعلقه الزائد بالنادي، مؤكدا أن انتقاله للمعيشة تحت مدرج نادي الزمالك زاد من حبه للنادي. وأضاف شيكابالا أن كان ممكن وأنا قاعد في المكان ده أشوف كابتن حازم إمام وأتفرج على التمرين، وكنت أقول لنفسي أنا عايز أتمرن في الملعب ده، وده حصل. يعني يقصد حلمه كان يلعب في نادي الزمالك وقد حصل. وبسؤال شيكابالا عن أول شخص أحضر له حذاء كرة القدم، أجاب أول واحد جاب لي جزمة كرة قدم كابتن نبيل نصير، وبعدها بقيت آخد الجزمة من جمال حمزة. وأنا طلعت مع جيل عظيم كان فيه نجوم كثير
نجوم كبيرة في نادي الزمالك. ويستكمل شيكابالا: كان نفسي أبويا يشوف لي ماتش واحد بس لكنه ما شافنيش ولا مرة، وهو الوحيد اللي يتأثر بيا، هو أو أمي إني ما أخدش قرار الاعتزال، لأن عندنا في أسوان طالما الأب أو الأم قالوا حاجة يبقى خلاص لازم تتنفذ. شيكابالا قد أعلن اعتزاله عن كرة القدم. طبعا دي كانت أخبارنا النهاردة عن النادي الأهلي، عن صفقات النادي الأهلي بالتوقيع مع مصطفى محمد واعتزال شيكابالا. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد في عالم كرة القدم المصرية والعالمية والإفريقية والنادي الأهلي بصفة خاصة. أشكركم جميعا على حسن الاستماع والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد عن النادي الأهلي.